مساء الفل يا جدعان، ويلكم باك. اهلا بيك يا زعيم في الحلقه الجديده من برنامج الفنان. متى بدات كره القدم؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك. هنتكلم النهارده عن اكتر رياضه شهره وانتشار في العالم، وهي الساحره المستديره كره القدم. وكما قال رجل الاعمال الانجليزي ستافورد، كره القدم هي الاوبرا التي يعزفها جميع البشر. كره القدم بالنسبه لناس كتير هي الحياه فعلا. حبك لكره القدم مش جاي من انك بتعرف تلعب كوره مثلا، لا، ممكن تكون مشجع ومتيم بهذه اللعبه. كيف بدات الكوره؟ سؤال انت اكيد فكرت فيه كتير وما كنتش لاقي له اجابه. في الحقيقه وانا ببحث على سؤال اجابتك ده ما لقيتلوش اجابه محدده، كل الاجابات داخله ببعض وكل واحد بيفتكس افتكاس. ولكن اسكت بقى؟ اكيد يعني مش هسكت، ده انا قلبت الدنيا لحد ما جيت لك النهارده بالحلقه دي عشان نعرف مع بعض كيف بدات كره القدم. كره القدم زي ما احنا عارفين انها من اقدم الالعاب عبر التاريخ، واللعبه الاكثر شعبيه في العالم حاليا. لعب كره القدم صنعت تاريخ وهويه دول زي البرازيل، اللي لو قلت لك تعرف ايه عنهم اصلا هتقول لي رونالدو ورونالدينو. يا ابني تعرف ايه عن دوله البرازيل؟ واخدين 5 كاس عالم وبينتجوا احسن كواليتي لعيبه. اجابتك هتكون حاجه من الحاجات اللي قلت لك عليها دي، غير ان هم مميزين بالبن طبعا. شفت ازاي لعبه صنعت هويه دوله وتاريخ؟ البرازيل بقت مرتبطه ارتباط اصيل بكره القدم. لعب كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية في العالم حاليا. بإحصائية عملتها الفيفا إن في أكتر من 265 مليون شخص بيلعبوا كرة القدم في جميع أنحاء العالم، و3 مليار ونص معتبرين نفسهم إنهم مشجعين لكرة القدم. متوقع إن الأعداد دي تزيد مع الزيادة اللي بتزيدها شعبية كرة القدم يوم عن يوم. ولكن يبقى السؤال هنا، كيف ومتى بدأت كرة القدم؟ في الحقيقة السؤال ده حير كتير من العلماء، فأكيد يعني مش أنا الفلسفة اللي هطلع اقولها لك كده خد يا ابني ده الصح. وجود اصل كرة القدم محير كتير من العلماء زي ما قلت لك. ولما دورنا في التاريخ وبدات ادعبس لك على الاصل كرة القدم، بعض المؤرخين قالوا ان اول ناس لعبوا كرة القدم هم الصينيين. لعبوا كرة القدم قبل 2600 عام قبل الميلاد، زمان جدا يعني. قام الامبراطور هوانج لي بوضع قوانين للعبة وسماها التسوتشو. ما هو الصين بقى وكده كده هيسماها ايه يعني؟ كانت لعبة بتتلعب كنوع من انواع التدريب العسكري بين الضباط. كانت طبيعة اللعب وقتها كانت اشبه بمصارعة WWE بس على شكل كرة القدم. كانت حاجة ميكس يعني بين المصارعة وكرة القدم. كانوا ماشيين بمقولة الشاعر الانجليزي اوسكار وايلد لما قال: كرة القدم قد تناسب النساء الخشنات ولكن ليست للرجال المعين. كانوا بيلعبوا بكوره محشيه ريش وشعر، والفريق الفايز بيقدموا له الترحيب والاكل وكل حاجه هو عايزها. اما الفريق الخسران بقى كانوا بيعاقبوه بالجلد بعنف. كانوا بيفشخوه. وبعد ما عرفنا اخواتنا الصينيين كانوا بيلعبوا الكوره ازاي، نروح لاخواتهم اليابانيين. ظهرت برضو الكوره عند اليابانيين باسم كرامي. لحد دلوقتي اللعبه دي بتتلعب، وهي عباره عن حلقه دائريه بيعملوها وبيكون موجود جواها اللاعبين، ويفضلوا يرفعوا الكوره في الهواء كده لبعض بشرط ان الكوره ما تقعش على الارض. وهي دي كانت ملخص اللعبه. ومؤرخين تانيين قالوا ان لعب كره القدم ترجع لاجدادنا الفراعنه، وقالوا ان الناس دي اول ناس لعبوا كره القدم في التاريخ بقى. والكوره وقتها كانت بتتصنع من الحجر والقش، وفي كور موجوده في المتحف المصري اللي كانوا بيلعبوا بها زمان يعني. لا، وكمان في رسومات على المعابد الفرعونيه تؤكد لعب الفراعنه لكره القدم. كانوا بيلعبوها كنوع من التسليه وقت الراحه. لعبوا كره القدم في عهد الاسره الحادية عشر او الثانيه عشر، حاجه في الرينج ده. وكانت في مدينه تانيس بين قوسين في ثاني الحجر في الشرقيه. ايوه من الشرقيه، مش الك دعوه على ولا الله الوكيل زي ما بقول لك كده. ما دفعتش الايجار المتاخر، معاك فلوس؟ علاوه وصل للوكيل، مش تكفش عليا ومش تجرط عليا. اخويا اسامه كان جاي من البلد ومعاه فلوس، ادوا له تليفون خلاوي، قالوا له خالك عرفات اتدنفر على وشه ومعدي تيه، راحوا المستشفى. قلت الست اللي عارفين الامبر في الاسكت في اللاشين ولا ايه؟ تخيل انت قاعد بتسمعني وانا قاعد بحاول اثبت لك ان اصل كره القدم شرقاوي. اقفل يا عم الحلقه، اقفل. العمليه منونوه منا على الاخر، بس انا ماليش دعوه والله. هم المؤرخين اللي قالوا كده والفراعنه هم اللي عملوا كده، مالي. كم انت عظيمه والله يا محافظه الشرقيه. المهم المؤرخ هيرودوت اللي زار مصر قبل 460 قبل الميلاد قال ان لقى المصريين كانوا بيلعبوا بكوره مصنوعه من جلد الماعز او القش، وكانت طبيعه
اللعبه وقتها زي ما هو حكى لنا ان كان بتتعمل خطين كده، والكوره اول ما تعدي خط من الخطين دول يبقى 1-0 للفريق التاني، او التاني يعني بيكون جاب جول. وباحثين مصريين قالوا ان النساء وقتها كانوا بيلعبوا كره القدم بكل خفه ومهاره عشان يسلوا الحاكم بتاعهم او الملك. على التنفيذ، همك الهمم يا همك، ان شاء الله اول الاهداف. وادي كوره عاليه، امسك يا شاديه، بتعملها يا شاديه، هي شط عليك ارموط، هي رمت على بريلا قبل ما تشوطها يا شاديه، ومعملين لك كوبايتين شاي. ومؤرخين تانيين قالوا ان اليونانيين اول ناس لعبوا كرة القدم بقى ايه في التاريخ. المشكلة مش ان هم اول ناس لعبوا كرة القدم وكده، لا خالص والله. المشكلة ان هم ما كانوش بيصنعوا كورة عشان يلعبوا بيها. يعني مثلا الصينيين كانوا بيصنعوا كورة محشية ريش وشعر وحاجات، والفراعنة كانوا بيلعبوا كورة حجرية. فاليونانيين بقى كرييتيف، ما كانوش بيصنعوا كورة اصلا. امال المشكلة في ايه يا كيمو؟ اجيبها لك ازاي دي؟ طيب كانوا بيقطعوا رؤوس اعدائهم او ضحاياهم وبيلعبوا بيه على هيئة الكورة عادي يعني. المشكلة هنا لو الكرة ضاعت يعني شطحت منهم بعيد، هيعملوا ايه هنا؟ الحمد لله ان هم ما بقوش يلعبوا كرة قدم. من الحاجات اللي انا قلتها لك دي كلها صعب اننا نختار اصحاب براءة الاختراع ونديهم الجايزة ان دول اول ناس لعبوا كرة القدم. انت لو سألتني وقلت لي لو في ايدك براءة الاختراع تديها لمين؟ اقول لك طبعا هديها لاجدادنا الفراعنة. انت فاكرني ان انا اخترتهم عشان هم احسن رواية واعلى رواية وكده؟ والله روايتهم ما دخلت دماغي بجنيه، بس انا بطبل لهم عشان انا مصري يعني. حبيبي يا جد، اي خدمة يا باشا. انت منين يا اسطى؟ من الدقهلية اجدع، من الشرقية اجدع، منوفية اجدع، بنطبل لبعض. ولكن اول ناس لعبوا كرة القدم بشكلها الحديث هم الانجليز، ونشأ تحديدا في ديربي بانجلترا. ويقال انهم لعبوا الماتش ده احتفالا بفوزهم على كتيبة رومانية غازية، وانتشرت بعديها لعبة الكرة في كل انجلترا، وحصلت على شعبية كبيرة جدا في البلد، وبقت كل الناس بتلعبها. الكل بقى بيحب اللعبة الجديدة دي جدا، لدرجة ان مفيش مباراة وقتها كانت بتخلى من الضرب والعنف والتكسير لحد الموت. ما كانش في قوانين وقتها بقى، ممكن تمسك الكوره وتجري بيها عادي، ممكن تخبيها خالص وتجري بيها، ممكن تضرب زميلك عادي جدا، ما فيش قوانين بقى. الوضع استمر على ما هو عليه لحد ما قام الامبراطور ادواردو الثاني من مكانه، وتحديدا عام 1314، واصدر قانون يحرم لعب اي شخص للعبه دي، ووصلت العقوبه وقتها للسجن لاي حد هيلعب اللعبه دي. بسم الله ما شاء الله كان مجنون، عشان كان عايز الشباب وقتها يتفرغوا لممارسه رمي السهام والقوس والفروسيه والدنيا دي لتقويه الدوله حربيا. وعام 1551 عادت كره القدم من جديد بمرسوم من الملك جيمس الاول تحقيقا لرغبه الشباب وقتها. وعام 1573 اصدرت الملكه اليزابيث قانون بمنع ممارسه كره القدم في جميع انحاء البلاد، الا ان الشعب ما نفذش اي حاجه من الكلام ده. عايزين تمنعوها امنعوها، ولكن احنا بقى كشعب مش هننفذ الحوار ده. انتوا مش عايزين نلعب كره القدم، والله لا نلعب غصب عنكم، واللي عندكم اعملوه. الملكه قالت اللي عندنا نعمله. ماشي طب خد لي بقى عندك القانون ده، ان اي حد هيتمسك ان هو كان بيلعب كره قدم هيتم اعدامه. الشعب وقتها صار في الشوارع وعمل نوش، هتمنعوا ليه كره القدم واحنا بنبيع بانجو؟ انت خدت الموضوع على صدرك يا بس، انت نهزر. وفي مثل جدي قاله لي زمان، معرفش يعني علاقته بالحلقه النهارده، بس قال لي العقل السليم في الجسم السليم، وسابني ومشي. معرفتش ايه المغزى، بس حسيت ان هو مهم يعني. امشي انا، امشي غور، امشي يا ابني. تخيل دلوقتي لو منعوا كرة القدم، العالم ممكن ينهار فعلا، لان في دول معتمدة اعتماد اساسي ورئيسي على سياحة كرة القدم، ومشجعين الكرة مثلا والله ممكن تقوم ثورة في الدنيا لو الحوار ده اتمنع. لا كرة القدم دلوقتي اكبر من انها لعبة بتتلعب كترفيه. لو منعوا كرة القدم في العالم، الشيء المحزن في هذا الموضوع ان انت مش هتعرف تشوف حلقاتي تاني، وهتبقى في حالة اكتئاب مستمر، والاكتئاب ممكن يطول معاك قوي بقى ان انت مش هتشوفني تاني. فاحمد ربنا يا زعيم ان انا موجود اهو، تخافش. المهم يا زعيم، كرة القدم اتطورت كتير جدا مع السنين، ولكن برضو ما كانش في قوانين اساسية وموحدة للعبة دي عشان نقدر نلعبها بانتظام. يعني كل بلد زمان كانت بتحط التاتش بتاعها، في ناس كانت بتلعب الكورة عادي من غير قوانين وبتاع، وفي ناس كانت بتلعب الكورة برجليها وايديها، وفي ناس كانوا بيطحنوا بعض وبيلعبوا مصارعة، فما كانش فيها قوانين ممسوكة يعني اللعبة دي. لعبة زمان كانت غاية في العشوائية وقلة الادب جدا، الى ان جاءت سنة 1807
1957 تتغير لعب كرة القدم من لعبة ملهاش قوانين ولعبة غاية في العشوائية، تاخد كيرف كده وتصبح لعبة رسمية والكل معترف بيها ولها قوانينها الأساسية. عام 1857 تم تأسيس أول اتحاد لكرة القدم في التاريخ وهو الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. عام 1863 تم تأسيس نادي شيفيلد كأول نادي في التاريخ. النادي ده كان عنصر أساسي ورئيسي في تكوين لعب كرة القدم والأساسيات. عام 1863 تم وضع قانون جديد لكرة القدم وهو عدم لمس الكرة باليد. لعبها يا باشا، اللي عايز يلعب معانا يلعب برجله بقى، لا يلمس له الكرة يابا بإيده هتحسب عليه فاول لأن كده عيب بقى. وتاني قانون تم وضعه بعد كده إن الفرقة تتكون من 10 لاعبين وحارس، يعني 11 لاعب يعني. فهم حجموا الوضع ده وتم منح الحارس صلاحية إن هو يمسك الكرة بإيده عادي. ومدة المباراة 90 دقيقة زي ما احنا عارفين، متقسمة على شوطين وفي بين الشوطين ربع ساعة كده يستريحوا فيها. وشوية قوانين كده عملت شكل وهوية لكرة القدم الحديثة اللي احنا عارفينها دلوقتي. عام 1863 تم تأسيس أول اتحاد لكرة القدم في التاريخ وهو الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وكان المجلس متكون من إنجلترا وأيرلندا واسكتلندا وويلز، والفضل كل الفضل في وضع أساسيات كرة القدم وإنشاء الكرة تروح للإنجليز طبعا. وطبعا زي ما انتم عارفين إن زمان كانت الكرة محشية من شعر وريش وحاجات، كل كان بيعمل كرة من دماغه يعني. ولكن عام 1836 تتصنع وقتها أول كرة مطاط بتتنفخ بالهواء، والكرة من وقتها لحد دلوقتي بتتصنع على هذا الشكل. وأول مباراة في التاريخ معترف بيها كانت مباراة بين اسكتلندا وانجلترا عام 1872 تحديدا يوم 30 نوفمبر الساعة 2 الظهر في مدينة جلاسكو باسكتلندا على ملعب كريس. لا معلومات، خد من هنا معلومات لحد بكرة. لا أنا جامد قوي في التاريخ. وكانت المباراة ما بين مدرستين مختلفتين من طرق اللعب. اسكتلندا مثلا كانت بتتميز بالأطوال واللياقة البدنية العالية، وانجلترا وقتها كانوا مميزين في الفردية والمهارة وكانوا بيمتازوا بالأطوال والقوة الجسمانية. الوقت تلاقيه هضبة كده متغذى. تشكيلة انجلترا كانت 1-2-7. يا لهوي يا كيمو، بيدافعوا بالسبع لعيبة؟ لا يا باشا، ده كانوا بيهاجموا بالسبع لعيبة وواحد مدافع. يعني الواحد ده لو سانوس مش هيعمل حاجة برضه. والطريقة الاسكتلندية كانت واقعية شوية، كانت 2-2-6 كانوا بيدافعوا شوية مع ان انجلترا كانوا بيهاجموا بالسبع لعيبه واسكتلندا بتهاجم ب6 والدنيا بايظه. بعد ده كله الماتش خلص تعادل سلبي 0-0. ويجي عام 1904 بعد الانتشار الكبير اللي حققته كرة القدم في جميع بقاع العالم، قالوا بقى ان حان الوقت ان يكون في هيئة رسمية دولية الكل معترف بيها على مستوى العالم وتكون مسؤولة بشؤون كرة القدم. تم تأسيس فوتبول انترناشونال فيدريشن اسوسيشن وهو الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. الله عليك يا كيم، والله يا ابن اجنبي، ده امريكي. الاكسنت برضه يفرق وطريقة نطق الحروف انجليزي اصلي. والله ادوا له الجنسية. انا لو منكم اديله الجنسيه. الكلمتين اللي هو لسه قايلهم بتاريخ ناس كتير. ولو انتم مش هتدوا له الجنسيه، الاولى يعني انكم تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا له زر الجرس، تعملوا لايك للصفحه وشير للفيديو لو انت على الفيس يعني بس كده يا زعيم. سلام. لا 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 خلصنا. لا لا